اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي يا سلم. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم عليه. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. شرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى فحمد
ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلبوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غران واستضيء بجمال فاقع في الحسن ظفران. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. البشرى بسعدين مستمر ليس ينفد حيث دينا عطاء جمع الفخر المؤمن. صل يا ربي على محمد النبي الهادي الحبيب المشفع في القيامة للخلائق أجمعين. ربي كل حامد فلربي كل حامد جل يحصره العاد. الله الله مرحبا بوجودي ذهبنا بوجودي المصطفى
مسعد الله وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدين الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله صلاة الله ذا أشرف الرسل محمد يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة إلهي يا الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا سلام مستمر كل حين يتجدد استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم عليه على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل عليه Masyarul hadirin rahimakumullah, berikut kita akan mengikuti prosesi walimatul tasmiyah yang akan dipimpin oleh guru kita Badrul Salal Al-Habuya Al-Habib Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Fa alaihi wa mashkur sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di hadapan kita ada seorang anak bayi perempuan yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, dengan nama yang bagus anak ini diberi nama Syarifah Zainab Alina binti Muhammad Ali Murtada Al-Marzak. Semoga ini anak akan menjadi anak yang salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain li sayyidil kaunain wa asyrafis tsaqalain jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyya wa ala wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib, jamaah dunika rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia di tempat yang mulia di Musholla Aidin, Allah telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita bersama-sama nantinya akan menjadi saksi suatu peristiwa yang sangat sakral, yakni prosesi akad nikah antara dua hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita akan berjalan baik dan lancar, mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita haturkan buat junjungan agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta kita berusianya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah negara rahimakumullah. Hari ini Sabtu 30 Agustus 2025 bersamaan 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Yang akan melangsungkan pernikahan adalah saudara Muhammad Rizki bin Andra dengan seorang wanita bernama Tia Febriana binti Suryansyah Madani. Yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab ayah kandungnya Bapak Suryansyah Madani. Adapun saksi yang pertama Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan saksi yang kedua Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Adapun mahar daripada akad nikah ini adalah fulus wahid milun rupiah. Demikian kelengkapan administrasi. Mari kita ikuti rangkaian proses ijab kabul yang mana akan diawali dengan bacaan suratul Fatihah, lanjutkan dengan khutbah nikah yang kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab alaihi wa sallam masykurah. Sallu ala Rasulillah. Nawaina mislamana wa aslafuna as-salihin inda tazwij auladihim wa banatihim أن الله يبارك لهما من هذا الزواج ويرزق لهما الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منهما الذرية الصالحة
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرحوم من عذابه وسطوته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاحرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسئرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات واجب إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin azim. Min kulli dhanbin azim. Fa'innahu la yaghfiru dhanbal azim la yaghfiru dhanbal azim illa al-azim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Muhammad Rizki bi Andra uzawijuka ala Muhammad brawihi imsakin bima'rufin astasrihin bi insan. Ya Muhammad Rizki bin Andra jawaztuka maktubataka ibanati iya pebrana bimahru miliun rupiah nakdan. Qabiltu tazwijaha bimahril madkur. Ya Muhammad Rizki bin Andra antatuka maktubataka ibanati iya pebrana bimahru akrin. Qabiltu nikahaha bimahril madkur. Ya Muhammad Rizki bi Andra zawatsuka wa antatuka maktubataka ibanati ya pebrana bimahar miliun rupiah nak. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bimahril madkur. Amin. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair wa ja'ala fi qudumikuma qudumul khairat wal barakat wal masarrat wa yus'ib lakuma al-lutuf was siha wal afiyah wa yarzuq lakuma al-arzaq hissiya wal ma'nawiyah wa yunsil minkuma dhurriyyah salihah bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam bimahasinil akhlaq bima tadid wa kitabihi bitun wal awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ala sunnati hulka wa khalqa wa lahum ila makarimi akhlaqi sabqa wa usahu bil mu'minina ilma wa rifqa. Barra ra'ufa la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. لو السهل واللفظ مستوي على المعنى الجزل إذا دعوا المسكين وأجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع صلة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشيد التعطرة الطرق والمنازل وفي أرض ذلك تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جام صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه وأشرف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه ولولا بمجده ومكانه
أو صبعين قد على مجروى أخذت على نجم بنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده للمؤمن وقائم مولد النبي الكريم وكيت ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فهاسنا مني أن أمسك عينك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبك يصوم الختم كما يصوم التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين
وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم آية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب، وأدمنا في العمل بطاعتك الصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. آمين. سبحان الله وبحمده سلام وانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة والياسين والتهليل والتسبيح والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نهدي ثوابا إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح إمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي بن عربي وسلم فهم وجميع ساداتنا آل أبي عربي من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى أرواح من كان أسمع في هذا الكتاب منهم الحبيب قاسم بن أحمد بهارون، والحبيب مصطفى بن أحمد بهارون، والحبيب حسين بن عبد الله السقاف، والحبيب أنس بن أبو بكر الهندوان، وإلى الحبيب حسين بن صالح المحضار، والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن مولى خيره، والحبيب طاهر بن يحيى، والحبيب حسن بن مصطفى بعبود، والحبيب إدروس الهندوان، والحبيب عبد الحميد بن عبد الله السقاف، والحبيب عبد الله بن يحيى السقاف، والحبيب محمد رضا بن عبد الله السقاف، والحبيب نزار بن علي الكاف، والحبيب علي الجفري، والحبيب جديد بن عبد الرحمن السقاف، والحبيب عبد الرحمن بن شهاب، والأستاذ بدر
برغزي والأستاذ أحمد شاكر والأستاذ محمد مسيحين نور والأستاذ كي حج أحمد أنصاري والأستاذ شافعي والأستاذ مفتوحين والأستاذ أمير الدين والأستاذ عبد الله الشكور والأستاذ إباد والأستاذ أحمد منصور والأستاذ إبراهيم مسلوكي والأستاذ عبد الحميد فسروان والأستاذ عبد الله عمر والأستاذ سيد الأنوار والأستاذ صادق شهاب والأستاذ علي حافظ والأستاذ عبد الواحد هاشم والأستاذ حلمي الفرابي والأستاذ محمد إسماعيل والأستاذ ياسين والأستاذ شهري سامودين والأستاذ حميدة أستاذة حميدة والأستاذة فريدة سقاف والأستاذة جميلة بنت نعمة وروح نور بنت حسين أيدي وإلى روح الشيخ بن أحمد بن يحيى ثم إلى خصوصا لمن سمعناها هنا بسببهم الداعي إلى الله الشيخ أستاذنا الحبيب محمد بن علي المالكي والحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبابة شريفة خديجة بنت محمد الهندوان أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ووالدينا ومشايخنا ووالديهم أمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا موت وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان أكبر الله والحمد لله
لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله يا أكبر. الله يا 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 الله نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذ من اجتمعنا ها هنا بسببهم المغفور الحي الحبيب القدوم الإمام الحبيب محمد بن علوي الملكي وصاحب الخال شيخنا مربي أبويا الحبيب حسن بهارون وخال هبابة هبابة خديجة بنت محمد الهندوان والحبيب حسين بن زين أيدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنب رحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكب مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت رحين وصل على سيدنا محمد حتى رضا الأعضاء ومن عليها وأنت خير الوارثين.
وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استغفر سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله الطاهرة عمة المؤمنين سيدنا خديجة كبرى عائشة رضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن حسين علي زين محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي وريث محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب سيدنا أحمد بهاجر الله أحمد بن عيسى وبد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد صبي المدبان سيدنا الأستاذ العظام وسيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب عم الفقيه وسيدنا حبيب علي غير الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاب الدرك إمام محمد مولى الدويلة سيدنا الفقيه المقدم محمد السقاف وشاه محمد مخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر بكر عبد الشيخ بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب محمد بن عبد الرحمن العطاشي عن عبد الله رس والحداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر جيلاني شيخ أحمد البدوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم نسوكي أبي حسن شديد محمد البوسيدي صعب برده أبا الشيخ سلطان شيخ أحمد التجاني شيخ سليمان الجزري محمد حبيب هربان عبد الله الإدوس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب الله سقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عمر سقاب صافي حبيب حامد والحامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرشي والحبيب محمد مولى الشيخ يوسف عبد العسني والحبيب أحمد بن زين حبيب إبراهيم الفقيه أحمد مسمين الحبيب حسن بن صلاح البهار الحبيب عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوان الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن سير حبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين الحبيب بن محمد بن هادي السقاب وأصولهم وفروعهم عبد الله شهاب أحمد بن مختار ولسيدنا الحبيب عبد القادر السقاب محمد صلى المختار والحبيب عبد الرحمن مصطفى الإدروس من تارم وأهلها من زنبل سادتنا علويين الحبيب حسين بن عبد الله محسن العطاس وأصولهم وفروعهم الحبيب مطر الحداد الحبيب علوي الحبيب حسين مطر الحداد الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد القادر بن السقاب وأصولهم وفروعهم والاتصال الرحمن الأنفال شيخ بن أحمد الفقيه محمد بن حبيب الحبيب يحيى الحبيب علي صافي الحبيب محمد بن الحبيب محمد مخضار والحبيب محمد بن سيدنا الإدروس وسيدنا الحبيب بن السقاب الحبيب علي بن السقاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم الحبيب السقاب شيخ علي ابن القطب الإمام بكر محمد السقاب الحبيب علي محمد هاشم السقاب الحبيب صالح بن حميد وسيدنا علي العامد والحبيب عبد القادر الفقيه الحبيب عبد الله بن محمد سيد معبود والحبيب حسن بن الحبيب هود عبد الله السقاب والحبيب محمد الحداد محسن العطاس الحبيب علي بن حسين العطاس الجنات والحبيب علي بن محمد الحبشي وأصولهم وفروعهم ولسيدنا الحبيب سالم بن طه الحبيب أحمد بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم جم سادة علوين والحبيب حسين بن عثمان الإدروس الحبيب عبد الرحمن مصطفى بن سمين والحبيب حسين بن أحمد بارك باه حسين وفروعهم والحبيب هاشم بن الحبيب هاشم بن حسين ملاخيلا وأصولهم وفروعهم عبد الشاطة ولسيدنا الحبيب حامد بن رحمن السقاب وأصولهم وفروعهم ولسيدنا الحبيب حامد بن علي بن الله الحداد وأخوان الحبيب حامد وأصولهم وفروعهم الحبيب أحمد بن علي بن صالح بن شيخ بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم عبد الله بن سالم الكاب شيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن شهاب بن أحمد بن شهاب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد بن محمد بن شهاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن محمد النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن حسن الحبشي وأصولهم وفروعهم الحبيب أحمد بن حمد الكاب شيخ عبد البحسين الحبيب الرحمن بن عبد الله بن شهاب بكر بن شهاب عبد القادر والحبيب علي بن محمد النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن شهاب السقاب وأصولهم وفروعهم محمد بن عمر الملاخيلة وأصولهم وفروعهم ثم إلى من اجتمعنا ها هنا بسببهم المغفور الحي القيوم الحبيب علامة بالله ولي الحبيب محمد بن علوي الملكي والصاحب الخال شيخنا المربي أبويا الحبيب حسن بهارون بن أحمد بهارون وخال هبابة أمنا هبابة خديجة بنت محمد الهندوان والحبيب حسين بن زين عيدين ثم إلى من اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم
اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم. اجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل أولئك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير أسرار اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا سبحان الله ويهدي به السلام وأهله الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wal muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini memperingati daripada guru kami murabbi Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun dan ummuna Khubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hindwan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kami hormati daripada segenap para habaib, para asatid yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, nahussu minhum bizzikr, Abuya Al-Habib Umar bin Abdul Aziz bin Syahab serta para habaib yang lainnya serta para asatid yang lainnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami di sini, kami ucapkan marhaba, ahlan wa sahlan, dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita di sini Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka dan terus membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati satu persatu daripada pembacaan kitab Salafun Saleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Nasiruddin Niyah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada kitab tersebut dan muallif daripada kitab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pembacaan maula Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'alluq wal irtibat bi ibadihi salihin min aqwa ural iman wad din wa wasilatan lil irtiqa ila darajatil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful mursalin wa afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman yataqarrarani min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du. Para habaib keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatidah, tuan-tuan guru, para ulama pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kemudian para hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak sekali masya Allah, para habaib, para asatid, para hadirin. Al-Fakir nggak panjang-panjang, nggak lama-lama, udah pengen jam 12. Iya. Jadi berdirinya Al-Fakir di sini mewakili daripada panitia haul. Panitia haul Al-Habib Abuya Hasan bin Ahmad Baharun rahimallah rahmatal abrar wa radhiyallahu anhu warḍah. Begitu juga dengan Ummuna Al-Hubabah Al-Ustadzah Mukarramah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan. Begitu juga dengan para guru-guru beliau yang kami semua dari panitia hall. Begitu juga dengan Al-Hasaniyah Palembang Sumatera Selatan sebagai ketua di sini, yaitu Al-Habib Umar Faruk bin Syahab, dan sebagai pembina Al-Ustadz Kadir Al-Kaf. Mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairal jaza atas hadirnya antum di sini, dan juga terima kasih juga kepada para donatur, para sesepuh, para alim ulama yang telah berpartisipasi di dalam acara hall ini, baik dengan harta bendanya, dengan ilmunya, tenaganya, pikirannya. Kami cuma bisa mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah balas, dan hajat-hajat antum mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT, baik hajat dunia maupun hajat akhirat kelak, dan dikumpulkan kelak kita bersama Habib Hasan Baharun dan guru-guru beliau, bersama juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami mengucapkan meminta maaf dari semua, mungkin dari segi penempatan, terkhusus daripada para habaib, para asatid, para tuan-tuan guru, para sesepuh, mungkin dari segi penempatan, dari segi mungkin hidangan, dan yang lain-lainnya, dari segi acara mungkin agak lama dikit ya. Kami meminta maaf, meminta maaf dari antum-antum semua. Ini yang bisa kami sampaikan, nggak panjang-panjang. Hadza ma'qulakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz Habib Faris Al-Attas. Tibalah ke langkah selanjutnya, acara selanjutnya. Mari kita simak bersama-sama manaqib daripada Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan akhina Al-Ustadz Muhammad Rafli. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uzkurus salata ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Alladzi arsalahu basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhat duyuful kiram wal habaibul amajid, ismahu li an uqaddima lakum nubdhatan yasiran min bahairil ghazir min manakib al-imam al-arif billah ad-da'i ilallah murabbi arwahina wa ajsadina abuya al-habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun. Biografi Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Habib Hasan bin Ahmad Baharun lahir di Sumeneb pada tanggal 11 Juni 1934 Masehi, dan merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husain dan Fatimah binti Ahmad Bakhabazi. Adapun silsilah Zahabiyah yang mulia dari beliau adalah Al-Habib Hasan
bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar bin Hasan Baharun sampai bersambung kepada datuk beliau Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil kedisiplinan dan kesederhanaan telah ditanamkan oleh kedua orang tua beliau, sehingga mengantarkannya menjadi sosok pribadi yang mempunyai akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Beliau dikaruniai oleh 6 orang putra dan 2 orang putri. Mereka adalah Al-Habib Hamzah, Syarif Alina, Habib Muhammad Sadiq, alumni Darul Mustafa Tarim. Kemudian Habib Ali Zainal Abidin atau yang dikenal dengan Habib Zain, alumni Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Kemudian Habib Segaf, alumni Habib Zain bin Sumit Madinah. Kemudian Habib Ali, alumni Habib Zain bin Sumit Madinah. Kemudian Habib Husain dan Syarifah Ruqayyah. Kemudian kepribadian Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Adapun kepribadian Habib Hasan Baharun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat sabar. Adapun salah satu yang menonjol dari dirinya beliau adalah sifat sabar. Kesabaran Ustadz Hasan sangat dikenal oleh semua kalangan, baik santri, dewan guru, pejabat, dan orang-orang yang mengenalnya. Sifat kesabarannya sangat luar biasa sebagaimana kesaksian dan cerita yang dilukiskan oleh ayahanda beliau sendiri, yaitu Habib Ahmad bin Husain Baharun. Seraya berkata, Hasan itu sangat sabar. Kalau saya marahi, walaupun dia tidak salah, tidak pernah menjawab. Dan apabila difitnah, diganggu orang, tidak pernah membalas orang tersebut. Kemudian sifat istiqomah beliau. Sifat istiqomah Abuya Al-Habib Hasan Baharun sudah tidak diragukan lagi. Salah satu tanda dari sifat tersebut tercermin pada aktivitas beliau sehari-hari, karena beliau bangun setiap pukul jam 2 malam. Kemudian qiyamul lail dan membangunkan para santri dan asatidzah pada pukul 3 malam. Bahkan untuk menjaga keistiqomahan tersebut, mewajibkan santri yang menjaga malam di pintu gerbang untuk membangunkan tepat pukul jam 2 malam. Dan di pos jaga tersebut sampai tertulis di antara tugas atau kewajiban santri yang menjaga tersebut harus membangunkan Ustadz Hasan tepat pada pukul jam 2. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Diceritakan suatu ketika beliau datang dari Mekah atau dari Timur Tengah, namun masih mampir di Jakarta karena masih ada urusan yang harus diselesaikan, dan bermalam di rumah salah satu wali santri di Bekasi, di rumah Haji Yusuf. Dan tampak tanda-tanda bahwa beliau dalam keadaan sangat lelah. Maka untuk menjaga agar beliau tidak terlambat bangun, beliau berpesan kepada Haji Yusuf untuk membangunkannya pada pukul jam 2 malam. Dan juga sampai menelpon ke santri yang menjaga maktab agar mengingatkan Haji Yusuf supaya membangunkan tepat pukul jam 2 malam. Dan tidak cukup itu saja, beliau memberitahu kepada pos yang menjaga pos jaga agar juga mengingatkan Haji Yusuf sebelum jam 2 untuk membangunkan Ustadz Hasan. Begitulah salah satu contoh kesungguhan beliau dalam menjaga keistiqomahan tersebut. Kemudian sifat beliau yang terpuji adalah kedermawanan. Kedermawanan yang ada padanya tumbuh dan berkembang sejak beliau masih muda, karena hal tersebut sudah ditanamkan oleh ayahanda beliau dan kakeknya sebagai kisah-kisah sebelumnya, sehingga beliau tumbuh dan berkembang mempunyai jiwa sosial, terutama memiliki kepedulian kepada para fakir miskin dan anak yatim. Pada bentuk kepedulian terhadap mereka diantaranya adalah bahwa kebiasaan beliau membagikan hadiah pada hari raya, beras, kebutuhan sehari-hari, membagikan daging kurban kepada para tetangga pondok, famili beliau yang tidak mampu, serta kepada orang-orang yang datang meminta bantuan, mulai pengobatan sampai pada biaya sekolah anak-anak mereka kepada orang yang tidak mampu, juga khitanan massal yang sering beliau adakan. Pernah suatu saat diceritakan datang tamu dari Jawa Tengah, dan kebetulan yang menemani dan melayani pada saat itu adalah Ustadz As'ad.
Ketika tamunya pamit untuk pulang, beliau bersalaman sambil memberikan amplop berisi uang sebagai hadiah. Dari ikhlasnya beliau, amplop tersebut dikasihkan atau dihadiahkan kepada Ustadz As'ad yang menemani tadi, tanpa melihat jumlah uang di amplop tersebut. Begitu juga bila ada seorang santri yang akan pulang, beliau sering memberi uang untuk ongkos pulangnya. Kemudian sifat terpuji beliau adalah kesederhanaan. Apabila seorang bertemu dengan Ustadz Hasan Baharun dan seorang tersebut sebelumnya belum mengenal beliau, maka orang tersebut tidak akan menyangka bahwa Ustadz Hasan adalah ulama besar yang sangat dihormati dan disegani, karena beliau memang mempunyai penampilan yang sangat sederhana. Pakaian yang dipakai sehari-hari di dalam pondok dan ketika di luar biasa-biasa saja, yaitu memakai gamis dan kopiah putih tanpa imamah dan rida. Juga cukup dengan sandal jepit saja walaupun keluar kota, kecuali apabila beliau akan menyampaikan ceramah atau menghadiri majelis pertemuan yang harus menampilkan sebagai sosok untuk menjaga kehormatan dan kebesaran serta kewibawahan seorang ulama. Kemudian sifat beliau yang terpuji adalah ikhlas. Sebagaimana sering diungkapkan oleh beliau dalam menasihati para santrinya dan para guru-guru agar senantiasa menata niat dalam setiap tindakan dan amal perbuatan yang akan dilakukan. Hal ini merupakan cerminan dari kepribadian beliau yang senantiasa menjadikan keikhlasan sebagai fondasi dari setiap amaliyah yang beliau laksanakan, termasuk pendirian pondok. Di waktu akhir menjelang wafatnya, beliau Al-Habib Hasan sering mengungkapkan gagasan bagaimana caranya sehingga bisa memperhatikan nasib umat Islam ini, bagaimana cara memperhatikan kesejahteraan fakir miskin dan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak yatim. Pada saat hari meninggalnya beliau, yaitu hari Senin, tepat pada tanggal 23 Mei 1999, beliau menerima tamu Habib Abdurrahman Bahlagi Assegaf dari Pasuruan. Beliau menyampaikan panjang lebar keinginannya untuk membuat sebuah wadah persatuan bagi ulama dan habaib. Setelah tamu tersebut pulang, beliau memanggil Munzirin. Munzirin adalah salah satu orang yang berkhidmah sama beliau, itu untuk meminta untuk dipijat. Lalu beliau membungkus gamis dan tidur menghadap kiblat. Ketika mulai dipijat, beliau berpesan kepada Munzirin agar tidak berhenti dari pondok jika beliau kelak wafat. Nantinya yang menggantikan beliau adalah putranya, yaitu Ustadz Zain atau dikenal dengan Habib Zain. Tidak lama kemudian, Abuya Al-Habib Hasan masih menyempatkan diri menelpon seseorang. Lalu beliau menuangkan kopi susu dan meminum sebagiannya, sisanya diberikan kepada Munzirin. Setelah itu beliau membelah sebuah apel menjadi dua bagian. Yang separuh dikasihkan kepadanya dimakan sendiri dan separuhnya dikasihkan kepada Sayyid Abdul Muttalib Al-Ghadri. Setelah itu beliau kembali ke posisi semula dan dipijat lagi oleh Munzirin. Beliau mengulangi pesannya lagi kepada Munzirin agar tidak keluar atau berhenti dari pondok jika beliau kelak wafat. Setelah beberapa saat beliau dipijat dan tertidur menghadap kiblat, tiba-tiba Abuya Al-Habib Hasan Baharun seperti terjatuh tanpa menggerakkan kakinya. Seketika itu Munzirin pun bingung dan berusaha membangunkannya. Namun beliau tetap diam. Dan dengan menggunakan handphone, Munzirin langsung menghubungi Habib Zain. Lalu datang Habib Zain, Habib Segaf dan Ustadz Ismail Ayub. Kemudian Habib Zain memanggil Wisnu dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Krista. Habib Hasan Baharun dilarikan menuju rumah sakit Islam Masyutoh yang berada di Bangil. Sesampainya di sana, Abuya Al-Habib Hasan Baharun diperiksa oleh dokter. Setelah memeriksa dokter tersebut diam dan tidak berani memberikan keputusan. Kemudian beliau diperiksa lagi oleh dokter yang lainnya. Setelah memeriksa,
Dokter tersebut lalu menyampaikan kalau Abuya Al-Habib Hasan Baharun sudah tiada. Maka Habib Zain, Habib Segaf dan Ustadz Ismail tidak sadarkan diri. Munzirin lalu memanggil Wisnu yang menunggu di luar untuk membantu mengangkat jenazah Abuya Al-Habib Hasan ke ambulan. Para pengunjung rumah sakit Islam Masyuto yang mengenal Habib Hasan Baharun pun ikut ramai dan beritanya pun menyebar. Kepergian Habib Hasan Baharun membuat orang-orang di sekelilingnya berkabut, baik keluarga, santri, serta masyarakat Pasuruan. Kehilangan tokoh yang sangat berpengaruh tersebut, Abuya Al-Habib Hasan Baharun mewariskan ilmu yang dimilikinya dengan meninggalkan bangunan pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah sebagai tempat untuk memperdalami ilmu-ilmu agama bagi para murid-murid yang sangat dicintainya. Mewariskan anak-anak yang soleh yang menjadi penerus dakwanya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang anak Adam meninggal maka terputuslah seluruh amaliannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah yang ditinggalkannya, ilmu yang diwariskannya, dan anak-anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Semoga dengan kita memperingati haul guru kita, murabbi arwahina wa jasadina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, kita mendapatkan manfaat beliau, keberkahan dari beliau, sehingga kita bisa meniru, mencontoh sifat-sifat dan akhlak-akhlak terpuji beliau. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan manaqib yang telah dibacakan tadi bermanfaat bagi kita dan juga kita dapat mengambil faedah, muqtatafat, petikan-petikan keilmuan dan kesabaran daripada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Memasuki acara selanjutnya yaitu tausiah mau'izatul hasanah, dan pada kesempatan hari ini insyaallah akan disampaikan daripada Al-Habib Al-Ustadz Hanif bin Umar bin Syahab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, uzkurus salata ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala alaih, wa nashkuruhu li na'maih, wa nusalli wa nusallim ala sayyidi anbiyaih, wa ala alihi wa ashabihi wa atqiyaih, siyadatul habaib wal ulama wal aba wa ikhwani al a'izza, hadani Allahu wa iyyakum ila aqwamit tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Al-Fakir tidak pantas berdiri di sini di hadapan orang tua Al-Fakir sendiri, di hadapan paman-paman dari Al-Fakir sendiri, di hadapan guru-guru dari Al-Fakir sendiri, akan tetapi imtithalan lil amr wa min bab at-tawasi bil haqqi was sabr. Insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk disampaikan. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal muallimul awwal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengajar yang pertama dan paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
cahaya yang mengeluarkan kita dari kebodohan menuju cahaya keilmuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengungkit akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan peran-peran penting dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita kalau mengungkit pemberian yang kita berikan, maka kita akan mengungkit pemberian-pemberian besar yang kita berikan kepada orang yang kita kasih itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkit nikmat yang besar yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut? Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka di antara peran penting baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan kita kepada Al-Quran, untuk mengajarkan kita kepada Al-Hikmah, yang mana hikmah ini menurut Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah adalah ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu mu'alliman," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai seorang pengajar. Ini adalah peran penting dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika kita mengajak orang kepada ilmu, ketika kita mengajak orang kepada at-ta'lim wa ta'allum, kita enggak ngajak orang itu untuk menghormati kita, untuk menyayangi kita. Ka thalibil ilm, ihna thalibul ilm, kita pelajar dan sampai sekarang pun kita tetap pelajar. Kita mengajak, ayo belajar, ayo hormati ilmunya Rasulullah. Kita tidak mengajak untuk menyayangi kita, kita tidak mengajak untuk menghormati kita, akan tetapi kita mengajak ayo kembali kepada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kembali kepada hadiyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kembali kepada peran penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil hadz wafir, ambillah nasib yang besar dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah pada suatu hari melewati pasar. Mungkin antum sering dengar cerita ini. Beliau melewati pasar, dilihat ramai orang di pasar. Ramai orang di pasar, lalu beliau berkata kepada semua yang ada di pasar, "Ma'ajazakum, kok antum ada di sini? Di masjid dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ke masjid, ayo kita ambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang yang mendengar ini langsung menuju masjid untuk mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat di masjid, la mal wala dhahab wala harta, ada kata apa-apa di masjid. Datang mereka marah sama Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah, enti bilang di masjid ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kata apa-apa di masjid." Dia bilang, "Wallahi tak kata apa-apa," kata Abu Hurairah. "Na'am, tak kata apa-apa di masjid." "Ada apa?" kata Rasul, kata Abu Hurairah, "di masjid." "Di masjid ada halaqah baca zikir." "Na'am, ada." "Di masjid ada halaqah baca Al-Qur'an." "Di masjid," kata yang datang ke masjid tadi, "ada halaqah mempelajari al-halal wal haram." Nah, kata Abu Hurairah, inilah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengajak semuanya untuk kembali kepada hadiyun Nabi, untuk kembali kepada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengibaratkan akan huda dan ilm yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau,
sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kata baginda Rasulullah, ini hadis disebutkan di dalam Al-Bukhari wa Muslim. Kata Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan hidayah, perumpamaan ilmu yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagaikan air hujan. Air hujan turun ke bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 macam tanah, kata Rasulullah. Tanah yang pertama, tanah yang bagus. Kalau dituruni air, ini tanah akan menyerap air sehingga membuat tanah tersebut menjadi tanah yang subur, kata baginda Rasulullah. Lalu apa ya Rasulullah? Lalu tanah ini akan menumbuhkan tanaman. Lalu tanah ini akan menumbuhkan rerumputan. Rumput bisa dimakan oleh hewan, tanaman bisa dimakan dan diambil manfaatnya oleh orang yang ada. Itu yang pertama, kata Rasulullah. Perumpamaan kedua, air turun menghujani tanah yang tandus. Tapi ini tanah air menampung air. Ini tanah menampung air, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak air di tanah tersebut menjadi kawah, menjadi danau, apalah itu namanya. Semua yang lewat bisa minum, semua yang lewat bisa memberi air tersebut untuk tanaman mereka, semua yang lewat bisa mengambil air tersebut untuk hewan ternak mereka. Lalu yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tanah turun, ini hujan turun kepada tanah yang tidak bagus. Lah dia subur, bisa menumbuhkan rumbutan. Wala tanah ini bisa menampung air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air yang turun ke tanah tersebut hilang begitu saja. Inilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang menerima hidayah dan ilmu dariku. Yang pertama, bermanfaat ilmu tersebut buat dirinya dan ilmu tersebut bisa ia sebarkan kepada orang lain. Orang ini maka ia telah mengambil hadz wafir, nasib yang banyak dari ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Inilah Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semua ilmu yang beliau pahami, yang beliau pelajari, diamalkan untuk diri beliau sendiri. Dan semua ilmu yang beliau pelajari bisa beliau ajarkan kepada semuanya. Maka kita lihat sekarang, insya Allah semua pemuda-pemuda yang seperti Al-Fagir, umurnya 30-an sampai 40-an, pasti bernisbahkan secara ilmu kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Al-Fagir, begitupun Al-Fagir, banyak guru-guru Al-Fagir, santrinya Al-Habib Ahmad bin Hasan Baharun, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Antum pun mungkin seperti itu. Semua yang usianya 30 sampai 40 tahun pasti bernasabkan secara ilmu kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ini menunjukkan akan nasib beliau yang besar daripada ilmu hidayah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua, kata baginda Rasulullah, dia ini ilmu tidak bisa ia manfaatkan buat dirinya sendiri, tapi ini ilmu bisa ia sebarkan kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengarkan hadis dariku, kata baginda Rasulullah, maka sebarkan. Mungkin antum yang hafal hadis, mungkin antum yang tahu ilmunya Rasulullah tidak bisa mengamalkannya, tidak begitu memahami ilmu tersebut, tapi sampaikan. Mungkin santri yang dengar akan lebih paham dari antum, mungkin santri yang pendengar lebih bagus hafalannya dari kita. Dan yang terakhir, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang tidak mengambil nasib sama sekali dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la buat diri dia sendiri, wala buat orang lain. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, tadi seperti yang disebutkan, beliau adalah orang yang mukhlis, beliau adalah orang yang sangat ikhlas, beliau adalah orang yang mempunyai niat shadiqah, niat yang jujur.
Makanya kita lihat sekarang pondoknya berkembang, ilmunya beliau menyebar, santrinya beliau di mana-mana. Bahkan seperti tadi yang Al-Fagir sampaikan, semuanya bersanadkan ilmu kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Karena apa? Karena niat beliau yang baik. Inilah niyah sholihah. Makanya kata para ulama, mengapa orang mukmin hidupnya cuma 50 tahun, 30 tahun tapi khalid fil jannah? Kok orang kafir hidupnya 30 tahun, 40 tahun tapi khalid finnar? Kata para ulama, orang mukmin walaupun hidupnya cuma 40 tahun dia berbuat soleh bakal kekal di surga karena niatnya bagus. Apa niatnya mukmin? Ya niatnya mukmin kalau dia hidup sepanjang usianya dia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat niat ini Allah jadikan ganjarannya khalid fil jannah. Orang kafir seandainya dia hidup di dunia dia bakal terus melanjutkan kekufurannya, dia bakal terus melanjutkan kemungkarannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan dia ganjaran al-khulud finnar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Cukup apa lanjut Habib? Hah? Jadilah. Cukup mungkin sampai sini yang bisa Al-Fagir sampaikan. Lianna khairul kalam ma qalla wa dalla. Ucapan yang paling bagus adalah ucapan yang singkat dan terarah insyaallah. Hadani Allahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairal jaza kepada Al-Habib Hanif bin Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu doa syifa dan talqinuz zikir. Pada kesempatan kali ini kami pintakan kepada guru kita bersama, yaitu kepada Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Waktu dan tempat kita persilahkan. Al-Fatihah. Anallah yashfi al-Habib Sayyid Fauzi bin Mahdi bin Ahmad bin Alwi bin Syahab. Thumma Ustaz Umar Rafiq bin Ali Al bin Hamid. Wal Habib Muhammad bin Uthman Al-Kab. Wa Syarifah Hamidah bin Smith. Anallah yashfihim shifaan ajila ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah lil Habib Sayyid Ustaz Hanis bin Hussein As-Sagab. Anallah yashfi shifaan ajilan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha nimut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaghiyan wa la mahruma wa la matruda. Allahumma anta waliyyu ni'matina wa antal qadir ala talbatina ta'lamu hajatana fa nas'aluka Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad lama yassarta umurana wa umurahum wa lama qadaita hajatana wa hajatahum walama syafaita mardhana wa mardhahum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah saatnya kami mengundang antum sekalian, yaitu untuk menyantap makanan siang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini daripada Hall Abuya Al-Habib Hasan bermanfaat bagi kita dan dapat kita mengambil ilmu-ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hidangan untuk VIP satu nampan 5 orang, yang biasa satu nampan 4 orang.